تمام. انا نزلت كده بالمكونات كلها، هبدأ بقى ان انا احشي الممبار عندي. مش بملاه كله، بحطه كده بين صباعيني وبملاه، بحشيه كده بالخلطة بتاعتي، بس مش بملاها. يعني زي ما انتوا شايفين كده، مش بيكون مليان على اخره، عشان طبعا لما بيستوي مش يكون مزحوم. طبعا الخلطة كمان أنا نسيت اقول لكم ان انا بنزل عليها بالبهارات بتاعتها برضو، ملح وبهارات لحمة، وشوية صغيرة كده من القرفة، وشوية فلفل اسود. اهو زي ما بقول لكم، طول الممبار بياخد كل رز بالظبط عشان مش يفضل عندكم. عندي هنا برضو ميه مغليه، هنزل بيها ببصلايه، وممكن حبايه طماطم وممكن لا، انا هنا ما ضفتش الطماطميه. وهنزل برضو بكوبيبه صيني وهو البهارات، وسبع بهارات وقرفه وورق لورا وبهارات لحمه، وشويه ملح. هنسقط بقى كده ايه الممبار، بظبطه كده، واحاول على قد ما اقدر اخليهم كلهم حشوهم زي بعض، ما يكونش واحد مزحوم عن واحد.